إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ديما كندافعوا على بلادنا الحمد لله. بغيتكم تشوفوا لي هاد الكرغولي واللي الفيديو اللي عمل البارح في اليوتيوب. فباش ما نطولش عليكم لأن كلام فارغ، غادي نعطيكم غير العنوان ديالو ومن بعد غادي نعطيوه الرد ونسكتوه. ما بقيتش باغي نتكلم بزاف، مع لان اخيب حاجه ممكن توقع لك في حياتك انك تبقى تناقش في واحد كرغولي. دونك ما بغيتش نبقى نطول معاه كثير، غادي نعطيه غير الرد على هاد التداعيات اللي هو كيدعي وكفى. مي قبل ما نعطيكم الرد غنعطيكم التصويره ديالو بعدا في الاول. فوالا، ردا على الكرغولي اللي يشوه صورة المغرب ويقول أنه الكاف كتفكر أنها تسحب كأس إفريقيا من المغرب، وعطانا المرجع هو فوت أفريكا. هانتوما كما كتلاحظوا الآن، ففوت أفريكا كتنفي هذا الخبر هذا. كما كتشوفوا كان 2025 فوت أفريكا دينونس اون فوس انفورماسيون، وهنا كيتكلموا عليها. Depuis ce lundi, une capture d'écran circule abondamment sur les réseaux sociaux. Cette image prétend qu'un article de Foot Africa rédigé par Lydiane Mpo. ما عرفتش اصلا هاد ليديان بو شحال خدا من عند الجنرالات الكبرانات ديال الجزائر. Il annonce un possible retrait de l'organisation de la CAN 2025 au Maroc. Nous tenons à clarifier que cette information est complètement fausse. نتوما الجزائريين بحكم انكم فرنسيين واصولكم فرنسيه، تفهموا الفرنسيه مزيان، ممكن تقراوها وتشوفوا بانه هذا تكذيب. فكفاكم تبرديعا للشعب الجزائري المبردع اصلا. هذا هو التكذيب. فوالا، حتى لهنايا المقال هانتوما كتشوفوا. Nous affirmons avec certitude qu'aucune décision n'a été prise concernant un éventuel retrait de l'organisation de la CAN 2025 au Maroc. Cette rumeur n'a aucun fondement et n'a jamais été abordée par la CAF ni par Foot Africa. Voici en image le tirage au sort complet de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. كراغيلا الطوابير تنتظركم. فعلا، رغم أن المغرب حاليا فرض التأشيرة الإلكترونية، إلا أنه نسى أنه يزيد واحد البند ديال السلامة العقلية ديال الكراغيلة. إلا بغاو يجيو يتفرجوا خصهم تكون عندهم شهادة ديال السلامة العقلية. إخواني، إلى هنا انتظروا كذبة أخرى للرد عليها. شكرا وإلى اللقاء.